النهارده بقى حبايبي هعمل لكم يعني حاجة سهلة وبسيطة خالص. يعني انت طبعا الأولاد نفسهم في حاجة حلوة أو سهرة مثلا قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون ومتجمعين، ويعني انت حتى لو مش قادرة تعمليها أو مفيش وقت أو هما مثلا ممكن يعملوها، هي دقايق ما بتغيبش، فهي سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة غير كده. إن هي يعني برضو يعتبر مغذية، وبالنسبة للأولاد حاجة حلوة بدل ما نجيب لهم حاجة من بره. فالنهارده هنعمل كيكة المج، سهلة وبسيطة وهتشوفوها دلوقتي. بقى أول حاجة حبايبي هنستعملها طبعا كيكة المج، دي حاجة سهلة وبسيطة وبتعمليها يعني على طول، يعني ما بتغيبش. فأول حاجة هتجيبي مج بقى زي ده كده، زي اللي انتم شايفينه، بس ده بايركس فده بيستحمل الحرارة، يعني ما يفرقعش بالنار، فده يعني حلو. بعد كده هتجيبي مثلا هتعملي المعيار كده معلقة زي كده، وهتحطي بيها المقادير اللي احنا هنحطها مع بعض. بالمعلقة دي هناخد معلقتين دقيق عشان تعملي كيكة في المج ده. فأول حاجة معلقتين دقيق دي كده، أول معلقة هناخد كمان معلقة كده، معلقتين دقيق زي ما انتم شايفينهم. هي سهلة وبسيطة يعني ما فيهاش حاجة وما بتغيبش وهتعمل أول معاكي. بقى حبايبي خلاص عملنا معلقتين دقيق زي ما انتم شايفينهم، هنحط بقى معلقة كاكاو. فطبعا الكاكاو حاجة مفيدة وجميلة قوي، هي يعني أساس الكيكة زي ما انتم شايفينها. طبعا الكاكاو كده معلقة مليانة هتحطيها عليها. طبعا الكاكاو بالنسبة لأولادنا مفيدة جدا وكويسة، ففيها فيتامينات يعني حلوة. كده بقى معانا نص معلقة بيكنج باودر كده زي ما انتم شايفينها، وهنحطها طبعا على المكونات كلها. كده بقى هنحط على المكونات اللي احنا حاطينها دلوقتي في المج، هنحط معلقة سكر، معلقة سكر عشان أنا بعمل مج واحد، فمعلقة سكر كده زي ما انتم شايفينها اهي. طبعا الكيكه دي حبايبي زي ما انتم شايفينها كده سهله وبسيطه وما فيهاش حاجه. لو رحتي جبتيها من بره فطبعا اولادك طبعا كل حاجه مثلا لو جابوها من بره بتبقى الحاجه غاليه، مش ضامناها ازاي معموله ازاي. ففي البيت الحاجات دي في كل مطبخ يعني في بيتنا، في حاجات موفره وحاجات ما فيهاش حاجه، يعني كل بيت فيه دقيق، فيه كاكاو، سكر، نحط مثلا شويه زيت، فالحاجات دي كلها في المطبخ وفي بيتنا يعني متوفره واسعارها يعني مش غاليه. لكن بره لما بتروحي تجيبيها جاهزه، خصوصا اولادك بيروحوا يشتروها فبيجيبوها غاليه وما انتش ضامنه معموله اصلا ازاي. فطبعا صحه اولادك غاليه عليكي، فبتعملي لهم حاجه في البيت تبقى نظيفه وسهله يعني ما فيهاش حاجه. طبعا لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك، واهم حاجه طبعا تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد كده هنحط بقى على المكونات اللي احنا عاملينها في المج دي معلقه زيت. يعني مكونات سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه خالص، وحاجه خفيفه، حاجة جميلة وحاجة حلوة يعني من الحلويات. دلوقتي بقى حبايبي بعد المكونات اللي احنا حطيناها دي هنجيب بقى اللبن ونحطه معاها زي ما انتوا شايفينه كده. هنحط بقى اللبن مع المكونات كلها، فهنحط زي معلقتين، هنحط معلقتين كده اهو، ادي واحد اتنين. بصراحة أنا وبناتي بنعمل الكيكة دي على طول، يعني بقت عندنا إدمان خالص. يعني ساعات في السهرة بالليل احنا فاتحين مثلا تلفزيون وقاعدين كلنا، فبنعملها ما بتغيبش خالص، وهم البنات ساعات بيعملوها، وانت أولادك ممكن بعد كده لو اتعودوا عليها هيعملوها على طول لأن هيحبوها، وبعدين مفيدة في الآخر ليهم وليكي. وبعدين لو انت مشغولة أو في شغلك بره وهم مثلا في البيت، يعني هم لو عملوها مش هتغيب، وهتيجي تلاقي حاجة حلوة في البيت. غير كده هتبقى يعني عندهم هتبقى إدمان، لأنها حلوة وجميلة وطعمها حلو وسهلة وبسيطة وأحسن من بره كمان وأنضف كمان. احنا عندنا والله بقت إدمان خالص عندنا. فوالله عارفة ساعات البنات يعني بيتعاركوا عليها بعد ما بتخلص، يعني بيبقى كله طبعا خلص الكوبايات بتاعته واحنا المجات. بنعشقها جدا بصراحة، من شفتي. كتر سهولتها وما بتغيبش اه كمان في السوية. لا جميلة. بناتي برضه هم يعني بصراحة يعني ما يعديش أسبوع إلا ما يعملوها ويتعاركوا كمان مع بعض، يعني مش ياكلوها ويسكتوا لا. بنحبها جدا بصراحة، ما اه نقدرش نستغنى عنها. هي عشان جميلة وحلوة، فحاجة جميلة بصراحة في البيت. في حاجات ياما حلويات ياما ما بتعمليها يعني تبقى إدمان بعد كده. ولما تكون سهلة كمان فبتحبوا تعملوها كل شوية. ايوه لا ان شاء الله هم لو عملوها هيحبوها كتير بصراحة. هيحبوها ويعملوها على طول. فده اللبن كده زي ما انتم شايفين حطيناه بقى على المكونات. قلب بقى المكونات كلها مع بعض كده زي ما انتم شايفين لحد ما تشوفي في الاخر القوام بقى اللي انت عايزاها للكيكه. ادي بجانب كده هي كلها مج واحد يعني، فهي يعني عشان سهله ان هي حجمها صغير، يعني مش هتغيب معاكي لا في العمايل ولا في السويه. طبعا ده المكونات اللي احنا عاملينها مع بعض دي مج واحد، فانت لو عايزه مثلا اكتر من مج نفس المكونات دي هي هتعمليها كذا مج. طبعا قلبناها، فهي لو لقيتيها بصي هي تقيله سنه فهنزودها معلقه لبن، فانت لو حسيتي ان هي تقيله تزودي معلقه لبن.
فهنزود دلوقتي معلقه لبن كده زي ما انتوا شايفينها، وطبعا هنقلب في القوام تاني ونشوف لحد ما تشوف الكيكه القوام اللي انت عايزاه. هي بس ثابت معانا شويه لما قلبناها. هنقلب بقى جامد كده مع بعض عشان المقادير تدخل في بعضيها كده تبقى مع بعض. دلوقتي قلبنا كل المكونات كلها مع بعض في قلب المج زي ما انتوا شايفينها كده. بعد كده هندخلها الفرن، فهنسيبها في الفرن بقى. لو انت عايزاها يعني سايله شويه هتسيبيها دقيقه ونص، ولو عايزاها جامده شويه هتسيبها دقيقتين في الفرن. حبايبي دخلناها الفرن زي ما انتوا شايفينه. لازم يكون المج يكون مستحمل حراره، مش اي مج يتحط لان ممكن يتكسر. فهنا خلاص هي فاضل لها حاجه بسيطه وهنطفي عليها. وكده بقى حبايبي زي ما انتوا شايفينها احنا قلبناها من المج كده، يعني كأنها تورتيه صغيره كده، شكلها جميل قوي حلو يعني ما شاء الله لذيذه. طبعا دي حاجه سهله وبسيطه، وممكن هنزينها بقى كمان بفواكه هتشوفوا شكلها كأنها تورتايه، بس طبعا على ايه، على حاجه صغيره كده وحاجه جميله وما غابتش احنا زيناها بالخوخ، يعني قطعنا الخوخ كده ترنشات زي ما انتوا شايفينه، وحطيناها حواليها وحطينا من فوق، وعشان منظر الكيكه برضو يبان ما غطيناهاش كلها عشان يدي شكل جمالي حلو. مش لازم خوخ، يعني ممكن اي فاكهه تانية عندكم هتحطوها. المهم تكون المكونات كلها في البيت يعني، وما تكلفكيش، وتبقى حاجه بسيطه وحاجه سهله وحاجه مفيده طبعا، ومغذيه لاولادك في الاخر، وشكلها كمان يفتح النفس وما فيهاش مواد حافظه ولا فيها اي حاجه تضر اي حد يعني، فحاجه جميله يعني. وده بقى حبايبي شكلها النهائي بقى بعد ما طلعنا كيكه المط كده زي ما انتوا شايفينها. ده شكلها النهائي، بس شكلها حلو وجميل ازاي، بسم الله ما شاء الله حاجه جميله. هنعمل بقى عيد ميلاد ونعزم العيله كلها عشان تيجي تحضر بقى الافتتاح بتاع عيد الميلاد للكيكه دي وللتورتايه الحلوه شكلها جميل دي. ايه رايكم؟ حاجه حلوه وجميله وسهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، ومفيده ومغذيه. يعني ممكن لو عندك مثلا اولادك ممكن تعملي العدد اللي موجود، تعملي له كل واحد واحده من دي بشكل جميل. يعني طبعا المقادير اللي احنا عملناها والمكونات تضعفيها في عدد المجات اللي عندك وعدد الاولاد طبعا وعددكم في البيت، فهتبقى حاجه جميله وحاجه مفيده وشكلها حلو.